ما تنسوش يا جماعة تحطوا لايك وسبسكرايب يوصلك كل جديد على قناتكم زياد نوعية اليوتيوب. خلينا مع الموسيقى سنعود بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قررت قرار مهم جدا 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 جدا. أي حد هيعكر مزاجي سواء في التعليقات عندي بالقناة آخد تسجيل الشقة مش فيديو، صورة وشهر برنامج المونتاج، اخد التعليق ده واعمل عليه فيديو اقول للمتابعين عندي ماشي التعليق ده ولا عمل كذا 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 وضايقني وعمل كذا كذا وضايقني ومش عارفه ايه وبيرد في التعليقات واسمه مش عارفه كذا وكذا وكذا، مش فضائي ولا حاجه. اعمل ايه مع احظره ولا ما احظرهوش؟ الاغلبيه، لو الاغلبيه قالوا احظره انا احظره. لو الاغلبيه قالوا ما تعذرهوش مش احظره. هو بقى ابداعات بقى، مش ساعات ما موجعوا الاسم يبقى ده هو اللي عليه العين. لا، كله على كله اللي بيجي القناة، لا راجل او راجل او ست او بنت، ما تفرقش ست بنت هي نفس المعنى. ماشي ماشي، سواء ده او ده هيعكر مزاجي اخد كوبي بيست كده لجري الشاشة ومدخل كده مثلا زي مثلا كده مثلا ده تعليق مش عاجبني فرضا تسجيل الشاشة تنج مش عاجبني واحد تلاتة عمل كذا 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 يا ناس كده اقول لهم ايه؟ احظره ولا اسيبه 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 اسيبه؟ المتابعين اللي عندي اقول لهم كده الاثنين، احظره ولا اسيبه؟ احظره ولا اسيبه؟ لو قالوا احظره احظره، لو قال لي سيبه هسيبه. وفي الحالة ديت وفي الحالة ديت المتابع اللي عندي هيحرم يكتب تعليق يضايقني. ليه بقى؟ اول حاجة هيلاقي التعليق اللي هو ايه، اللي هو ضايقني فيه مثلا، اللي هو ضايقني فيه اللي هو ضايقني فيه
ظهر عندي في القناة الفيديو واتفضح. ماشي، لما ظهر الفيديو واتفضح يبقى في المعنى كده هيحرم يكتب تعليق يضرني أو يضايقني بعد كده، سواء راجل أو سواء ست. بس كده. النقطة التانية شلت طاقة تعليق أهو. مين اللي بيرد؟ هولع فيكم ليه بك؟ احنا عملنا حاجة ولا شمعة عشان عيد مهاو. عيد ميلادي كان امبارح. صحيت من النوم. Oh, I do me, why you guys do me not to crazy you scar. No, أنا مش أي حد يا حبيبتي. أنا مش أي حد. تحترمني أحترمك وأشيلك على راسي. هتخش في قناة هزار وقلة أدب؟ No touch, no touches me, no touches me, no touches me, no مشاكل. احنا ايه نخش ايه؟ انا فاتح القناة ليه؟ فاتح القناة عشان اعمل محتوى وانزل فيديوهات، لان بحب انا اعمل فيديوهات وانزلها. فيديو اللي بخش اعمله بعمله انا، مش تلقائي، مش دعوة بالسكريبتات. ليه؟ انا بحب ايه؟ النهارده اقعد اعمل فيديو، ليه مزاجي النهارده اقعد اعمل فيديو. خش اعمل فيديو اللي على مزاجي وايه انزله. ماشي، اللي يخش عندي في القناة هيكتب عليه مش عاجبني شوت كده للمنشور، سكرين شوت للمنشور. اخش برنامج المونتاج، فيديو كده محترم التعليق بتاعك، وكل اليوتيوب اللي عندي كلهم اللي بتابعوني هيشوفوا التعليق بتاعك خلال الفيديو. هو بقى يقرروا بقى حضورك، سيبه ما تسيبهوش، هما اللي هيقرروا. في الحالة دي بقى انت هتلوم نفسك. هو عامل ايه؟ الحمد لله. انت في الحالة دي انت هتلوم نفسك. ماشي، في الحالة دي انت هتلوم نفسك عشان لما تخش قناتي مثلا، مش عامل قناتي دي للعب والهزار وكده، مفيش الكلام ده. تمنع وتبدا من قناتي هزار والكلام البايخ والحاجات دي ما بحبهاش كده. انا بحب ايه؟ اعمل فيديوهات كوميدية، تراجيدي، اي حاجة تدخل على دماغي، بنورك تدخل على دماغي او تعجبني بخش اعملها. بس العيب في ايه؟ مش القناة. هو مين يا زياد؟ في المتابعين اللي عندي. العيب مش في القناة، في المتابعين اللي عندي دي. ليه؟ بيحبوا يضايقوا اللي حواليه. المرة اللي فاتت لما كنت عامل حفلة وبزعق وبحظر بعديها تعبت وجاله صداع. تعبت يعني. ماشي، قدروا تزهقوني وتعكروني مزاجي ويجيلي الأمراض بقى، الدنيا كلها واعية بسببكم. هتلاقوني مش هنزل فيديوهات. هتقولي ايه زي انت فين؟ مش هرد عليكم ومش ههتم بيكم. ماشي، مش هرد عليكم ولا ههتم بيكم. ماشي، ولا اعبرك ولا اعبر اي حد. السلام عليكم. وعليكم السلام. المتابعين مالك يا زياد؟ الحمد لله. انا مالي يا عم؟ فكرة المتابعين يا عم اللي عندي سنة واحدة عشان طلعت من اللايف. يا عم انا اتخنقت اصلا. زي انت بتتكلم علينا، على اي حد. اتكلم على اي حد. مالك يا زياد في ايه؟ بص، انا من اليومين اللي فات دولت كل شويه
يجيلي إشعارات، أبص هو أنا ردت على التعليقات اللي عندي، على كل التعليقات ردت عليها، طب مين اللي بيعلق؟ طب ليه؟ طب مش عارفة إيه، ألاقي تعليقات استغفر الله العظيم تدي النفس، تدي النفس، تدي النفس وتعكر الواحد. لو القناة بقى بتاعتي ديت هتضايقني وتعكر مزاجي بلاش منها. انت بتتكلم يا ريت في ايه؟ والله يا عبدو المتابعين اللي عندي ها بيقعدوا يضايقوني كل مرة، والمرة اللي فاتت الحفلة اللي فاتت حضرت ناس عندي كتير عشان هم ضايقوني، وبعد ما قفلت الحفلة من هنا دماغي صدعت، معرفش بقى انا جالي السكر ولا لا، معرفش. معرفش. عندكم في ناس كتير عندي في القناة، هو احنا اخواتي عيني على راسي، تخشي قناة تجيبي لي تعليقات على المحتوى بتاعي عشان تحبيني اشيلك على راسي، ومش هعمل لك حاجة واشيلك على راسي. هتخشي تضايقيني وتعكري المزاج وتضايقيني وتضايقيني، مش هكلمك ولا هعبرك. يعني جيت مرة ام محمد كتبت لي تعليق، قلت لها انت مالك، مين اللي مزعلك؟ ما ردتش عليها ومش هرد عليها ولا هعبرك. مش هرد عليها ولا مش هعبرك. يعني انت مثلا تعلقي لي، انا بوصلك في القناه بتاعتي، مش بوصلك على فيديو واحد، كذا فيديو بعلقه عندي وبشوف المحتوى وعارفه انت بتنزلي ايه، ماشي، بتابعك ليه؟ عليكم السلام، السلام عليكم. وعليكم السلام. زعلت عشان انت زعلت صور ليه؟ هي بتقول كلام مستفز، بتقول كلام مستفز، جايه تقول لي اه انا هسيب اليوتيوب وهمسح موقع اليوتيوب. رديت عليها قلت لها هو انا مالي؟ انا دخلتك اليوتيوب عشان تقولي لي انا طالع منه؟ كل واحد حر يخش المكان اللي هو عاوز، مش كل واحد حر يخش المكان اللي هو عاوز، يخش المكان اللي هو عاوز. لو اديت لعبده المفتاح، اديت لعبده المفتاح عشان هو مديني اشراف عنده، ولازم انا اديله اشراف عشان هو محترم وكويس وعارف ما بيزعلنيش. بس في ناس بتزعلني، سواء ام محمد سواء ابداعات سواء الناس كلها، سواء سواء الناس كلها اللي عندي. ده سؤال جميل. بصي اللي انا شايفه قدامي، التعليق قدامي مستفز، برد على حسب التعليق، على حسب التعليق، وهي مش محظورة عندي من القناة، عشان لو انا محظورة بفك انا الحظ. بس لما بيجيلي مزاج حضرت حاجة، بيجيلي مزاج افك، مجيش مزاج خلاص، ليه مزاج افك، مليش مزاج خلاص. انا دلوقتي لو القناة دخلت مراجعة فرضة، مراجعة المراجعة ديت بتكون تقعد يومين، يوم 3 أيام حسب قناتك، ممكن تقعد يومين 3 عشان تدفع، تقعد كذا يوم، ماشي. لو تقدر تحت لا التعليقات مش ولا كليك، ولا كليك صاحب القناة كده. أنا هلوم الشخص اللي كتب التعليق، هو السبب اللي خلى القناة تخش التفعيل، هلومه هو وهيندم هو طول حياته.
أنا زعلتك في إيه؟ بعض التعليقات عندي على القناة هي بتبقى بتضايقني، بتبقى بتضايقني. شوفي نوع بروح عند القنوات التانية كلها في تعليق أنا شتمت حد، لا مش شتمت، في تعليق شتمت حد، أنا أخش إيه؟ أقول إيه المحتوى جميل، شكرا، أحلى ناس، مش عارفة إيه بتاع كده بس. وبطلع من بشوف الفيديو واعمل اللايك، مش مشترك بشترك، وبعد كده بطلع بالفيديو ولا بخش تعليقات حد. لو اي حد علق، راجل او ست علق، ما بخش في التعليقات عنده، ما بخش. اخش في حاله واحده بس، لو عاوز منها حاجه. ايه رايك تزعلها؟ سلامتك لا تحضر زياد لو تزعلها. يعني هي تسيبها تزعلني واقعد ساكت؟ تسيبها تزعلني واقعد ساكت؟ اسيبها تزعلني وتقعد ساكت؟ مفيش الكلام ده عندي. انا قراري مهم مرة الفترة الجاية. التعليق اللي مش هيعجبني اخد سكرين بالتعليق، وبعد كده اخش على المونتاج بتاعي. مهم. وهذا مش السمرة كده بيضة كده ليه؟ طيب اكتب لك ايه في التعليقات؟ ثواني. أنا مش شايف حاجة. هو عندي قلب السمرة بيضة كده ليه؟ ماشي. المهم اكتب انت عاوزاه في التعليقات، بس الاقي تعليق ما يخش دماغي ولا يعجبني، ها، انا بمسحه. مش من يومين تلاتة جه واحد اسمه وليد الجعفر، ماشي، وليد الجعفر، وديت في التعليقات وانت دخلتي وقلتي له له هيعذرك احسن. عارف انا دخلت عملت ايه؟ عارف كده انا دخلت انا عملت ايه؟ ها في التعليق انا مسحت التعليق عشان كنت بره، مش كنت، ما عشان كنت بره في البيت. مسحت التعليق وسبت التعليق للشخص اللي كتبه. انت اليوم فتحت بصري علشان كنت بره، عشان في دي بيتفرجوا. في الحالة دي عارف مين المستفزة عندي في القناة؟ هي أم محمد، مستفزة استفزاز. ها، عارف اللي هو هي ساكنة جنبي، والله كنت خبطت عليها وهزقتها قدام الناس قدام العالم. استفزازها اجي انا مثلا اروح عندها في الحفلة. جعفر ده زياد عمل شعر بنفسك، وانا مالي بوليد جعفر بعمل شعر ما عملش شعر، بعمل ما عملش، انا مالي؟ قريبي صاحبي اخويا ابن عمي يجي، انا مالي يابا، انا مالي يابا. ليس ليس بدي منه شيئا، ليس بدي منه شيئا.
انت برضو في بتعمل ايه؟ بره مع امي، بره في مشوار، وده مينفعش اقوله عشان ما ينفعش اجيب اسراري واطلعها بره. نو. نو. وليد جعفر صادق وكان بيهزر معاه. هزار فيش فايدة. انا قلت لك المفيد، قلت اللي فيها. قلت المفيد، قلت اللي فيها. ما مش هقول تاني. اصل انا مش هقول تاني. شايف التعليق قصدي الفيديو بتاع يوم عيد ميلادي كل سنة وانت طيب، دخل في التعليقات ورد بدالي. شوف كمية ناس دخلوا عندي معرفهاش كتير قوي وعلقوا لي، والفيديو جاب مشاهدات عالية. ليه؟ عشان المحتوى اللي انا نزلته ده عجب الناس، عجب المتابعين. في الحالة ديت المتابع اللي عندي اهو. لو كده ده مثلا رحت سألت ليه اسمعوا زياد زيزو هيجي، جبت لك اهو علشان ما تزعلش، ولا يهمك يا رايق، ولا يهمك يا رايق، ولا يهمك، تيجي في اي وقت. ليه؟ لا بلاش. العام لا، العام لا، لا يخص العام لا، العام لا. رايق معاك مفتاح يا رايق، ولا يهمك يعني، ولا يهمك تيجي في اي وقت، اي وقت اللي يعجبك، تيجي في اي وقت اللي يعجبك. نقول كده يا جماعة اصبر بقى. الناس بتحبك يا زياد. مفيش الكلام ده. قصدي الناس بتحبني، عارف الناس بتحبني ليه؟ عشان انا مش بلاوة ولا بعمل كده ولا بعمل كده ولا بهزر وبتاع، انا بجد مرة واحدة. عشان كده الناس لما تخش قناتي بتجيلي مرة اتنين وتلاتة واربعة وخمسة. تسلم يا اخويا الغالي. انت بتدي الناس مفاتيح ليه؟ علشان بدي الرايق والعبد الاسطورة، عشان دول ناس محترمين كويسين وغاليين عندي، ولازم ادي لهم مفتاح. واصلا قناة الرايق كانت بتاعت يحيى النسر، وانا بحب يحيى النسر. لو هو سأل يحيى النسر على زياد، هيقول له زياد بيحب، كان بيحبه. اما يحيى زعل اما يحسب اليوتيوب، انا زعلت طبعا. اشيله بعدين، بعد ما الحفلة بعد ما اخلص اللايف ده اشيله. بعد ما اقفل اللايف اشيله. حبيبي يا زيزو، تسلم يا تسلم. طيب يا زياد براحتك، عاوزة مفتاح اديك خدي مفتاح كمان. مش مهم ساعات. كده كده اصلا بعمل البثات بتاعتي عرض اول. هو محمود دياب ليه؟ قصدك على محمود دياب. محمود دياب مش كويس، عامة مش كويس. كويس. ما تقليش، ما تجيش قناتي ليه؟ عشان هو حط لي بدل 9 ديس في الحفلة بتاعتي. ماشي، 9 ديس في الحفلة بتاعتي. اما تكلت انا عندي قناته ما حطش ديسات، ومش بعملش احط ديسات. لايك بس. هو لايك بس، غير كده ما بحطش. عارف احط ديس لو ايه، لو الست دي مش كويسة. يعني مثلا اقول لك مين مش كويسة. بلاش اسامي. في ناس مش كويسة بحط عليهم، بحط ديسات وبقى قنواتهم بتاع كده يعني. اما محمود دياب ولا لقط على الفيديوهات ولا عملت له اي حاجة.
انا بس ايه دخلت عنده كتبت له الفيديو مش عاجبني عشان صوتك مش فيه، بس كتبت له تعليق عشان اعرف ان انا جيت له وجيت له بس وطلعت. اعمل ايه يا ابو عبدو؟ كليكي معاك مفتاح، كليكي معاك مفتاح عشان اللي هنا دوت كلهم معاهم مفتاح، انتوا مالكش مفتاح، اي حد يخش يمكن يعذرك. كليكي معاك مفتاح عشان بعد الحفله هشيل المفاتيح كلها عشان ملهاش لازمه بعد الحفله. عارف ملهاش لازمه ليه بعد الحفله؟ علشان اثناء الحفله بتدي مفتاح عادي براحتك، تدي مفتاح براحتك اثناء الحفله، بعد ما الحفله بتنتهي انت بتشيل المفاتيح علشان ملهاش لازمه، انت كده مش فاتح لايف، مش فاتح لايف ولا اي حاجه. اللي هتدي مفتاح لازمته ايه؟ ما تنزلش فيديوهات على المنتدى وانت في الورشة، بس اك- اقفل التعليقات. التعليقات قصدك التعليقات اللي هي في المحادثة. عادي عادي، بقفلها يعني بقفلها بس البرنامج اللي انا ببث منه اسمه ستريم لايف، اي حد بيكتب تعليق بيظهر على فوق، يعني لو دخل شاف اللايف التعليقات هتبقى ظاهرة. انت جيت مثلا مسحت التعليق برضه ظاهر في البرنامج، او اي حد ممكن يخش يتفرج عليه، اي حد ممكن تخش يتفرج عليه. نشيل الرايق شويه كده عشان ايه؟ طب هو في حاجه مزعله يا ودي ومش ظهر في اليوتيوب؟ تقريبا اصل محمود دياب ايه؟ اه محمود دياب ايه، ساعات مثلا تلاقيه بيكذب، ساعات تلاقيه كده خبيث، اللي قدامه مش صريح قدامه، يخش حفله غريب كده، عشان كده ايه يقلب مره واحده، يختفي مره واحده متلاقوش موجود. تمام يا وليد جعفر، أخبارك؟ أنا أروح أسمع أرطغرل. مسلسل أرطغرل اللي هو التركي. بتتفرج على التركي؟ قناة كوين ودراما ألوان. قناة كوين بتعرض مسلسلات متبلجة، وقناة دراما ألوان بتعرض مسلسلات مترجمة، علشان قناة دراما ألوان حزمة عامة في الشرق الأوسط. يا زياد محمود هي النفخة ما ي... كنت وانا بقى وانا بتاع الكلام ده، انا ما يهمنيش اي حد. كل الناس اللي على اليوتيوب عندي في قنوات دي ده مش عندي. بص كوين، قناة كوين بتعرض مسلسلات تركي، بتعرض مسلسلات تركي جديدة، نازلة جديدة مسلسلات 2021 ودراما ألوان، بتعرض مسلسلات مترجمة زي مسلسل عشق الممنوع والقنوات دي. أيوة بسمع مسلسلات تركي، بس دي بتعرض دراما ألوان بتعرض مترجم، وكوين بتعرض متبلج بس. بعد الفجر بتعرض مسلسل عهد مترجم، بتعرضه مدته ساعتين ونص، ساعتين ونص متواصلة مسلسل. اكتب لي التردد بتاعها غير ميكسي عربي. لسه اخش على جوجل عشان اعرف التردد بتاعها. طب ثانية واحدة، ثانية واحدة خليكي معايا كده، ثانية الا ثانية.
ثانية إلا ثانية. ثانية واحدة. اه ماشي كده. عندي مشكلة في ايه؟ في الجهاز بتاعي. يعني تردد دي كوين ألوان. اسمها كوين ألوان. تردد إطلاق قناة كوين ألوان بس الدراما التركية على تردد في معايا 11620 عمودي. معادل ترميز 27500. 27500. 27500 تيو. هو وليد راح فين؟ اكتبها لي. هي الحفلة راح لفت ولا ايه؟ استنى يا جماعة بقى اصبروا بقى. لا لا شغال. كل تاني ثانية واحدة. ثانية واحدة. تردد قناة كوين ماشي على قمر النايل سات 11/6/0/2 عمودي. ترميز 202/7. لما اخش كده على الموقع بس انا بقرا من بره. عمودي. وموبايلي بيهنج. كل تاني كده. ماشي ماشي. قولوا يا جماعة بقى عشان ايه، في حاجة بتحصل. تعالى بقى يا جماعة عشان نقرا بس ايه. إطلالة صباحية يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021. قناة مخصصة في بث مباشر. دراما متبلجة باللغة العربية ومترجمة على القمر الصناعي النايل سات. بص كده عشان الموقع بيحمل بس. في ترددين، خلي بالك في ترددين للقناة ماشي. التردد الأولاني 11559 ده التردد الأولاني. 11602 ده التردد الثاني. ابتداء من 23 أكتوبر الجاري هو تردد الجاري، يعني لما يروح على تردد يوم 23 أكتوبر الجاري هيكون على التردد الجديد 10835. أفق عمودي. تعرض مسلسل خان، مسلسل العهد، ابن السفيرة، إخواتي، الصدام، حب للإيجار على قمر النايل سات. على قمر النايل سات. اكتبها لي بس أنا مش راضية تنزل عندي. بصي هتطلع كده بس. لو أنا كنت عندك في البيت كنت
تيجي معايا خش على على الضغط، خش على القمر الصناعي، خش على الترددات، تبقى معايا 11 11. ماشي. جنب جنب الخمسة 9، وجنب التسعة 5 كمان. ماشي. وانزلي تحت كده شوف الإشارة الحمراء والزرقاء، الحمراء والزرقاء كبروا ولا لأ؟ غيري عمودي أو أفقي. في البحث قلبي بقى في القنوات بقى. قلبي بقى في القنوات اللي نزلت على نفس التردد. هيجيلك قنوات تانية شبيهة، قنوات تانية أفلام، الشاشة، وقناة قنوات أفلام عربي على نفس التردد. التردد عليك أكتر من 12 قناة. تعالى بقى نجيب لك قناة تانية. في قناة كمان في قناة كمان ماشي اسمها دراما ألوان. ماشي. دي دراما ألوان. دراما ألوان. متمشي يا عم بقى. تردد ما تاخد سوا وامشي يا عم. 11 دي يرسم تردد بقى القناة التانية دراما ألوان 11559. 11 11,559. 11,509 قناة دي اسمها ايه؟ دراما ألوان. ودي قناة حزم عامة. القناة دي كانت شغالة في الوطن العربي بس، بقت دلوقتي شغالة في الوطن الأجنبي. يا عم وش ازاي يا عم. نجيب التردد بتاعها تاني. تردد 11,559. استقطاب قناة من خلال الضغط على اتش عمودي معدل ترميز خاص بالقناة 2705 تصحيح خطأ القناة من خلال 5/6 قناة دراما ألوان. هذه السابق تمييزات قناة دراما ألوان موجودة على قمر النايل سات. باقي قنوات أخرى في لها حق البث الوحيد في عرض مسلسلات الأجنبي والهندي واللغة العربية خلال تحظ أكثر من اهتمام متابعين جميع أنحاء العالم الوطن العربي. ترددها الجديد. لا دي قناة أبو ظبي، ماليش دعوة. دي قناة أبو ظبي، دي أبو ظبي الرياضية. دي أبو ظبي الرياضية، لأ يعني قناة دي. ودراما ألوان بسعر التركي. أما دراما ألوان هتلاقي ترجمة وهما بيكتبوا. ماشي. تبدأ وعرفنا. استبينا وعرفنا. الموضوع.
موبايلي كده هيهنج. شغال ان شاء الله. ان شاء الله. لا، القناة الأولى اسمها إيه؟ بص، وين وألوان. بص، الأولى اسمها كوين دراما ألوان. كوين ودراما ألوان، مسلسلات تركي. بس العهد بيعرض بعد الفجر بشوية ده، بس مترجم قناة كوين. أما دراما ألوان كل مسلسلات متبلة. عشان تكوني فاهمة يعني، عشان متلخبطش، يعني دي المترجم، مش ما دي مش متبلة. هو أنا لقيت المرة دي. بقول لك اللي بيناجل معايا ده ما تخافيش منه. ماشي. بقول لك اللي بيناجل معايا ده ما تخافيش منه. بيعمل وشوشة للفيديوهات بس. صوته راح عشان المتصفح اللي بفتح فيه الحفلة هنج وحمل كده صوت التلفزيون عالي في الحفلة يجيلك كفو. وطي يا عم التلفزيون عشان شوية كده. أو هات قناة هادية كده فيها أفلام هادية. سيبك بقى يا إبداعات ده وقت عمل البث اللايف. عشان كده يا جماعة نمثل الصوت.
نزلت نزلت نزلت. شكرا لك. العفو. العفو. في نص ال في نص يعني انت مثلا لو انت بتتفرج على المسلسل جه في حته كده شدتك كده، ممكن تلاقي اعلان في النص اول المسلسل خلص. بس بلاش صدمه بقى. ماشي عشان افهمك يعني. عشان افهمك. عشان افهمك. نزل ده. شكرا لك. العفو. مفيش حد معايا في الحفله، اقعد ليه؟ اقعد ليه؟ فاهم؟ مفيش حد معايا في الحفله. اقعد انا اكلم نفسي. اقعد انا اكلم نفسي. ينفع؟ ينفع؟ ما خليني ازاي؟ مفيش ناس، مفيش حد معايا. مفيش حد معايا. مفيش حد معايا في كل. انا قاعد في صحراء دلوقتي. صحراء دلوقتي. قاعد في صحراء دلوقتي. مفيش حد معايا. قاعد لوحدي. حرام. حرام اقعد لوحدي. انا مع وانا فكرني عارف كل حاجة. انت عارف كل حاجة يا زيوف. طبعا. طبعا بعرف كل حاجة. تكنولوجيا بعرف كل حاجة. اما انا لا ما تابعش تلفزيون. ما تابعوش. بس انا عندي فيسبوك ومشترك تنزل فيديو مشترك في جروبات بتعرض تركي. يعني انا مشترك في جروب آه، تبع قناة دراما الوان. انا كفاية. كفاية. انا عاوز 1000 متابع. ولو العداد ده عندي زاد 1000 كان زماني اتفعلت بكرة الصبح. ساعت ونمت زماني. ساعت ونمت اتفعلت. واحد مش هيفعل قناتي. شوف القناة انا عاملها من امتى ولغاية دلوقتي ما اتفعلتش. ده يرضي ربنا؟ ما يرضيش ربنا. ما يرضيش ربنا. ما يرضيش ربنا. مالك في ايه؟ ده ما يرضيش ربنا. اي حد بيخش عندي يقول لي يا زياد هات ساعات بألف ساعات. بقول لا. هات عليه فلوس. ليه؟ عشان يجيب لي ساعات. وبعد ما التفعيل وانزل فيديوهات عليها مشاهدات ضعيفة وملهاش لازمة. عارفة لو مشاهدات كويسة زي قناة سوور كيتشن أو زور سوور جات كان هيبقى كان هيبقى القناة بتاعتي حلو. كان زمان قبضت منها وخدت منها فلوس. بس بالمنظر ده. بص افهميني بالمنظر ده. والله عارفة مش كم ربع ساعة. أنا لسه في 2000 ساعة ومش راضي يزيدوا. بقول لك مش راضي يزيدوا. مش صدقاني. عارفة امبارح اتخصم مني كام ساعة. امبارح اتخصم مني كام ساعة. أنا كنت 1000 2013 نمت وصحيت لقيت نفسي 2009. عد دي بقى شوف اتخصم مني كام ساعة. يعني النهاردة 2009. امبارح كنت 2013. النهاردة 2009 اتخصم مني ساعات قليلة. يعني ساعات اتخصمت مني. نقفت. ما زادتش. خصموا لي اليوتيوب. خصم لي ساعات. جالي إشعار.
من البرنامج حاجة كده. مم، ماشي. ساعتها كبرت، هي شغالة صح، مش زيك انتي، مش زيك انتي، مش زي انت، مش ما هي مش زيك انت. واحد بيشغل دماغه، عارف بيجيب مشاهدات ازاي. مش زيك، روحي اتعلمي منها، وانت تفهمي، روحي اتعلمي منها. كزمان صور كيتشن، فبتعدي زيها بالظبط، تجيب 1000 2000 تلاتة. والله ما فيش ولا فيديو عندنا ما يعديش ال 1000. لو ما عداش ال 1000 يعدي المليون. ما شاء الله ما شاء الله صغير، قناتها كبرت. اه طبعا كبرت، كبرت وصغرت. سهير جاد دي أنا أعرفها من خلال قناة هربية، قالت لي في قناة اسمها سهير جاد فاتحة لايف الساعة 8، وبقى بتفتح الساعة 8 و11 الصبح، 8 و11 الصبح. جه وقت الشتوي، وقت المدارس يعني، غيرت الميعاد، فتحت بدري، غيرت الميعاد فتحت بدري. في الحالة ديت أنا أعرف قناة سهير جاد من قبل ما تتفعل، يعني ما هي كانت قناة صغننة مش كبيرة، صغننة صغننة. أيوة أيوة، مفعلة مفعل، أيوة مفعلة مقفول. إزالة، وين كده تاني؟ إيه ماشي. مم. ماشي، وأنا بيدي على الشوق وأنت الثمانية. هتلاقي قناة كوين عارضة بنت السفيرة. لو بنت السفيرة، لو عارضة مسلسل الطاهي، هتلاقي برنامج أكل، بنت فاتحة مطعم وبتعمل أكل في المطعم. يلا يلا متزعلش عشان الموبايل هيفصل الشحن. يلا والساعة دلوقتي 12. يلا عشان تخشي تنامي، عشان ابنك عنده مدرسة وبنتك عندها مدرسة كده يعني. متعمليش زي هاني رمزي في الفيلم أبو العربي، لما يصحي الأطفال الصغيرة عشان يروحوا المدرسة في الحريقة. هو هتعملي زي بنت اسمها حكاية تروح تقول لك البيه مالوش حقوق وهو عليه حقوق، لأن أنا عارف التكنولوجيا وعارف عليه الحقوق بتاعي. يا بنت أنا مش عبيط، أنا مش عبيط. عشان فين الناس؟ قلت لك مفيش ناس. أنا بصي عندي في القناة، عندي أقعد شوية لما أفتح حفلة محدش بيجيلي، يا إما لو فتحت حفلة وحد جالي يقعدوا شوية ويقفلوا، يقعدوا ويقفلوا. وممكن أفتح ماليش حد معايا. بتعرض مسلسل صريحة يا زياد؟ متأكد؟ متأكدة مسلسل صريحة الجزء الأول ولا التاني؟ أصل البيت اسمها صريحة ديت، اسمها الحقيقة ده القاية باسم التركي، هتموت في الحلقة الأخيرة. ماشي، هتموت في الحلقة الأخيرة. ماشي. في الجزء الأولاني هتروح الجامعة، وبعد كده هتحب واحد اسمه أمير، ده رجل أعمال ومشهور جدا، بيطلع في التلفزيون في الجرايد. هتحبه، ده يحب بعض، فيجوزه في السر ويهربوا. بعد كده أبوها ما يعرف، هيجوزها واحد اسمه خليل، ده شغال في محل ملابس
واخوه هيشتغل معاه، واخوه التاني هيتجوز واحدة وهيموت في الاخر المسلسل، والولد خليل ده هيتجن وهيروح المصحة وهيقتل امه، ام فريحة. حرق الجزء التاني، حرق الجزء التاني عادي. وفريحة بنت غلبانة، ما عندهاش فلوس ولا عندها أي حاجة خالص. أنا بسألك، بتعرض مسلسل فريحة؟ لا لا، مسلسل فريحة كان بيتعرض على قناة دي ألوان، الجزء الأولاني والتاني. لا ما تعرفش مسلسل دي ألوان، قصدي ما تعرفش مسلسل فريحة. لا فريحة لا. مسلسل فريحة الجزء الأولاني والتاني اتعرض على قناة دي ألوان وخلص. كملوا الجزء الأول التاني التالت بعد موت فريحة بمسلسل مشوار أمين. كان ساب العمارة اللي كان فريحة ساكنة فيها وقعد في شقة، وهو عاوز يموت نفسه علشان يروح له. يعني مثلا بيت محروق يمشي فيه، عصابة كده بلطجية يخش يتخانق معاهم بأي طريقة. وبعد كده ده الجزء بعد ما تموت، بعد كده هيروح لها التراب ويقعد هناك فيه كل يوم على كده، كل يوم على كده، كل يوم على كده، كل يوم على كده، كل يوم على كده. انت حافظ المسلسل؟ طبعا حافظ المسلسل. المسلسل ده انا كنت اتفرجت عليه اكتر من 200 مرة، اكتر من 200 مرة حافظ المسلسل، مش محتاج اتفرج عليه. واتفرجت على مسلسل سيدة المزرعة تركي برضه، واتفرجت على مسلسل حريم السلطان بتاع هوية اللي هي هتتجوز السلطان سليمان. وبعد كده الجزء الأخير هتموت وياه بمرض نادر. بعد كده هيكملوا المسلسل بجزء خامس ويسموه سلطانة قسم. وكان مسلسل حريم السلطان بيتعرض على قناة حريم السلطان اللي كانت بتذيع تركي. أنت حافظ المسلسل؟ أيوة حافظ المسلسل، قلت لك أنا كنت بتابع مسلسلات تركي. وكان في قناة زمان كان اسمها إيه؟ هقولك اسمها إيه؟ مولدي دراما، كان بيتعرض مسلسل عشق وجزاء بتاع مهند. يا عيني والله. أصل مسلسل حريم السلطان ده مسلسل تاريخي جدا جدا جدا، مسلسل حقيقي. يعني القصص اللي في المسلسل حقيقية جدا جدا في حريم السلطان، يعني مش كذب ولا حاجة. أنا بشوف حريم السلطان. أيوة بصي، السلطان سليمان ظالم جدا، ظالم جدا جدا، ظالم جدا. هيموت أخوه ابنه أمير، هيموت آه، إبراهيم، وأخته هتنتحر وهتموت نفسها وتشرب سم، وهيموت في الآخر بمرض نادر. طبعا. أيوة بس اللي في المسلسل بس هو أقول لك مين اللي هيموت في المسلسل. ليه بقى؟ أقول لك ليه. ليه
هو سلطان القدس تابع مسلسل أيوه تابع مسلسل حريم السلطان. خش على الحلقة الأولى، ها، وخش على الأمير، شوف هيقول إيه للدكتور اللي هو اداله السم للسلطان سليمان عشان يموته، عشان السلطان سليمان ما ماتش من الموت عادية، اداله سم كده بس يمشي مع استمرار يموته. وركزي على الموسيقى بتاعت تتر المسلسل، خشي على الموسيقى بتاعت حريم السلطان، هتلاقي هي دي. بص على الأحداث، هتلاقي الأحداث هي دي. هو نفس المسلسل بس إيه ده جزء تاني، جزء جديد، جزء خامس. بس بعد ما موت سلطان سليمان، في أمير أخوه قتل أخوه التاني، وفي أخ التاني الشرير عايش، ابنه بقى اللي استلم بداله. ابنه اللي استلم بداله. أصل دي قصة حقيقية، مش قصة خرافية يعني. هو هو سلطان القدس بتاعه، بس بعد ما موت البطل المسلسل، ها، يمسك نجم تاني يقوم بالدور، لأنه الممثل مات في المسلسل، خلاص الدور انتهى خلاص. يعني هيجيبوه مرتين ثلاثة، هيجيبوه مرتين ثلاثة، لا مش هيجيبوه مرتين ثلاثة، هو مرة واحدة بس، مرة واحدة بس. بس في مسلسل الجزء اللي استنى قسم دوت، الراجل ده مش هيبقى ظالم، بيه عادل. ممكن تلاقي سلطان سليمان دوت يموت أي حد قدامه عادي، ما يهمه. بس المسلسل ميزة المسلسل حلو، اللي هو إبراهيم لما كان بيعزف على الكمانجة بتاعته، كان بيعزف بطريقة حلوة جميلة أوي. دي اللي عجبتني. وفي قناة على اليوتيوب اسمها حريم السلطان، بتنزل مقاطع حريم السلطان. في قناة على اليوتيوب بتنزل سلطان القسم، يعني القناة دي عندها 1,000,000 مشترك، بتنزل حريم السلطان كله كله. قناة سينما ده، قناة حريم السلطان. بص، نزلت في البحث، نخش على الكل قنوات، ماشي. القناة دي عندها مليون مشترك، ماشي، اعرفي عنها 1,000,000 مشترك عشان ما نتلخبطيش، ماشي. تعرض كل مسلسلات حريم السلطان كلها، كل حريم السلطان، الحب مع السلطان، عرض فيديو من دقيقتين، الحلقة 48، ومسلسل حريم السلطان، رأي سليمان وجه وياه محروقا، بس هو غلطان في مسلسل فريحة، أما موتها فريحة كان مفروض يخلوها تتجوزها علشان 3 وتولد، ما يتجوزها. بص، أبوها أبوها في المسلسل اللي هي تحب واحد جوزها ليه واحد تاني، ماشي، اسمه خليل، وهي أصلا بوشي بتكرهه كره العانة عشان بتحب واحد تاني، هربوا مع بعض واتجوزوا في السر. والحلقة الأخيرة أبوها ما عرف جوزهم لبعض، كأخوه التاني الكبير دوت، أما عرف ضربه بالنار، أما ضربه بالنار
ماشي، مليون مشترك بينزل حلو على كمانجا، اسمه بيعزف. ايه ده؟ صعبان عليا فراق، صعبان عليا انساك. هو إبراهيم كان بينزل بي... طبعا كان بيعزف على الكمانجا. ما شاء الله، مليون مشترك، 2 مليون، 2 مليون. القناة دي 2 مليون. قناة 2 مليون، مسكولي بقى ولا مش هقولك 2 مليون. ما شاء الله، 2 مليون. حد معايا ولا هناك؟ يا عالم، يا عالم. 2 مليون مستوى. لا يا جماعة، عشان كده كملت 2 ساعة ونص. شكرا يا جماعة، في بس الأيام. أخوها فريحة زفت بكره. يا عم عشان أخوها أصلا بيحبهاش. عارف أخوها بقى التاني الصغير ده بقى، في الجزء بعد موت فريحة هيكبر ويبقى كويس، هيبقى محترم ويكبر وهو أصلا بيحبها وهو صغير. أما أخوها التاني شخصيته مش حلوة يعني. وده العادي في المسلسل، وانت المخرجة، اللي المخرج اللي كتب السيناريو. بصراحة أقول لك، عايز تكبري قناتك، اعملي فيديوهات تمثيل زي قناة. ماشي، انت عندك بنتين، تعرفي قناة محمود الجمل، بناته صغننين، وبنت اسمها أمنية، وبنت اسمها ملك، وبنت اسمها مكة، بيعملوا فيديوهات تمثيل على قنواتهم. انت عارفة، اعملي كده، اعملي كده واسمعي كلامي. المحتوى دوت على اليوتيوب بيكسح وبيدمر على اليوتيوب، بيكسح ويدمر على اليوتيوب. ده انا بقعد بالساعات والاوقات عشان بتفرج عليهم. كل ما الاقي فيديو ليهم اتفرج، الاقي انا اتفرج، الاقي تالت اتفرج، خامس اتفرج، سادس اتفرج، سابع اتفرج. كل ما الاقي فيديو ليهم بفيديوهات التمثيل اللي هم بيعملوها بتفرج برضه، مش بسيبه. مع هو كده بيشدني، الفيديوهات بتاعتهم بتشدني وبيعجبني. البنت اسمها أمنية ديت، اللي في ال هما بتمثلوا. بنت أمنية ديت طيبة جدا في في كل الحاجات اللي بتعملها، طيبة جدا 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 جدا. سيبك من الفيديوهات اللي بتاخديها من عارف. بقول لك عليه اعمل ايه، يقول لك عليه اعمل ايه. عقبالك، يا ريت. ايه ده عقبال على ايه؟ اما حد يموت. بصي هكتب لك ايه، محمود الجمل، هو اسمه كده. بص، اعمل فيديو الفيديو دوت بقاله 11 ساعة، جايبين مليون مشاهدة. شوفي مليون مشاهدة. الفيديو جاي ايه 11 في 11 ساعة، و3 مشترك. محتوى بس تمثيل، بس تمثيل بس. عيالها، عيالي متابعينهم طبعا. بص، جميل 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 جميل. عرفت بقى.
انا وجهة نظري المحتوى ده اللي يناسبك عندك في القناة. ده المحتوى اللي يناسبك وهيجيب لك مشاهدات وهيجيب لك متابعين وهيجيب لك ناس. هو ده اللي هيناسبك في القناة. وجهة نظري اعملي المحتوى ده تمثيل كده. نسيت اقول لك في قناة اسمها ندى واحمد. محمود الجامعي بينزل فيديو تمثيل يختلف عن القناة التانية. القناة التانية بتنزل فيديو تاني، ده هو ده وده. بس هما سنة ده ح استنى كده بقى عشان ايه. استنى واحد. بينزلوا فيديو تمثيل. البنت صغيرة تشتري لبس والظابط والشرطة. تصدقي؟ نو نو انت حرة. انا بقول لك انا عاوز اجيب مشاهدة. المحتوى ده جميل جدا 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 جدا. سيبك المحتوى اللي انت بتنزليه دوت الفيديوهات القصيرة ملهاش لازمة ده. طب ما اقولك، بس اقولك حاجة. يعني في فيديو بتاعك بيعدي 1000 مشاهد او مليون مشاهدة، اراهنك المشاهدات عليك صغننة خالص، ما بتعديش. بس هيفرق معاك. يلا سلام يا يلا يا ابداع سلام. عشان كده بكملت. عارف انا قاعد بقالي كام ساعة دلوقتي؟ بقالي 3 ساعات. الساعة دلوقتي واحدة. حرام عليك كده، ساعة واحدة عندنا. ساعة واحدة. انت عندك النهار عندك الساعة 12، عندك الساعة 1. يلا سلام.